زمان كنا بنفرح قوي بالحته البيضه المدوره الناشفه دي اللي فيها فول وحمص وسمسم بتاع حلاوه المولد. والله انا مش فاكر اسمها ايه بالظبط، اللي فاكر اسمها يقول لي في الكومنتات. بس فاكر لما كنت بتاخد الحته دي وتقعد ترقش فيها واحده واحده، وكنت بتبقى مبسوط وفرحان كانك ماسك كنز. دلوقتي بقى فيه بسيمه ساده ومحشيه قشطه، فواكه، سجق، سندوتشات سمسم، مربى فلوس بيه، سندوتشات كريسبي قمر الدين، سندوتش فول قمر الدين، ملبن فارماسيه، قشطه فستق ولوز، لذيذه مكسرات، فوليه وايت وشوكليت، حاجات كتير. بس عارفين المشكله في ايه؟ اننا زمان كنا بنفرح بالحاجات القليله. دلوقتي عندنا كل الحاجات دي ومع ذلك مش بنفرح زي زمان. السؤال هنا بقى، هل المشكله في الحاجات الجديده ولا المشكله فينا احنا؟ هل زمان كنا اسعد عشان اهلنا هم اللي كانوا بيجيبوا لنا الحلاوه واحنا مش حاسين بسعرها؟ طب ما حتى دلوقتي لو جبت لابنك علبه فيها كل الاصناف دي ولقى صنف واحد بس ناقص ممكن يزعل. وايه اللي حصل في الاعدادات بالظبط؟ هل احنا بقينا دقه قديمه مثلا، ولا بقينا مش راضيين عن اي حاجه؟ يمكن المشكله مش ان الحاجات الحلوه قلت، المشكله ان عينينا بقت على الحاجات الاحلى قبل ما نفرح بالحاجه اللي في ايدينا. بقينا طول الوقت بنبص للي ناقص لدرجه اننا ما بقيناش شايفين الحاجات الحلوه اللي عندنا. زمان كان معانا القليل وكنا شايفينه كتير، دلوقتي معانا كتير وبقينا شايفينه قليل. قولوا لي بصراحه، انتوا شايفين المشكله في الدنيا ولا في اعداداتنا احنا؟